معدل النزول اثناء فصل الشتاء يتراوح ما بين 8 ل 10 كيلو. يعني انت حضرتك في الشهرين او الثلاث شهور بتوع فصل الشتاء تقدر تنزل فيهم لا يقل عن 30 كيلو. يا دكتور ده حقيقي؟ اه حضرتك ده حقيقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. والمرة دي بنكلمكم من قلب اسكندرية، وحبينا نوجه رسالة لكل الناس من الأجواء الشتوية الجميلة اللي الناس كلها دايما بتكون بتخليها دافع إن هي تردد من الدايت. عايزين نلغي الفكرة دي عند الناس، نبدأ نحفزهم ونقول لهم فوائد الشتاء أثناء ممارسة الدايت. في فوائد عظيمة جدا وأنت بتعمل دايت في الشتاء. يا جماعة حرق السعرات أثناء فصل الشتاء بيكون كتير جدا جدا. يعني ايه؟ درجة حرارة جسمك الداخلية عشان تتماشى مع درجة الحرارة الخارجية، جسمك بيحتاج إلى حرق سعرات عالية جدا عشان يبدأ يدفي نفسه ويبدأ يواكب درجة الحرارة الخارجية. فبالتالي حرق السعرات ده بيزيد، بيدي لك إحساس بقى بالجوع، تبدأ أنت يجي لك نهم وشراهة في الأكل عشان الحرق كتير. حضرتك لو سيطرت على الدايت بتاعك والتزمت بالخطة الغذائية المناسبة أو الحمية الغذائية هتجيب نتيجة هايلة، كأنك بالظبط خدت منتج لتسريع عملية الحرق، لتسريع عملية الأيض. النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، لازم نخلي بالنا منها. أكبر نتائج حصلت معايا ونسب في نزول الوزن أثناء فصل الشتاء، عشان ما بيكونش فيه ثبات في الوزن. على فكرة من الفصول الجميلة جدا في عدم ثبات الوزن إن الجسم دايما باستمرار بيعمل حرق للسعرات، ومجهودك الحركي في الشتاء بيحرق سعرات اكبر بكتير من مجهودك الحركي في الصيف. في الصيف جسمك بيخزن سوائل كتيره علشان يعادل درجه الحراره الخارجيه ويحصل ترطيب للجلد. دي معلومه مهمه جدا ناس كتيره ما تعرفهاش. انت اثناء ممارستك للدايت في فصل الصيف جسمك بيخزن ميه كتيره تحت الجلد. الفراغات اللي بين الجلد وبين الخلايا الدهنيه، مكان تساقط الخلايا الدهنيه او مكان نزول الخلايا الدهنيه، ده بيبدأ يتخزن على هيئة سوائل عشان يحصل ترطيب للبشرة. فبالتالي تلاقي جسمك أو جسم حضرتك منفخ أثناء فترة الصيف. لكن في الشتاء ده ما بيحصلش، بالعكس دايما بشرتك بتكون كويسة لأن درجة الحرارة مناسبة، حرقك للسعرات بيزيد، تخزينك للسوائل تحت الجلد بيقل، حميتك الغذائية بتكون ليها مذاق أحسن وأكتر. السوائل الحارقة للدهون نتيجتها في الشتاء هايلة جدا. القرفة والجنزبيل والنعناع واليانسين والكراوية والكمون وكل الحاجات اللي بتتاخد علشان تحرق الدهون من سوائل مفيدة جدا في الشتاء. مشروب الديتوكس، الخيار، شرايح الخيار مع النعناع مع الليمون مع القرفة مع الجنزبيل، ده مشروب حارق للدهون نتيجته فعالة جدا جدا أثناء فصل الشتاء. انت لو التزمت بحميتك الغذائية في فصل الشتاء هتجيب نتائج أقوى من نتائج الصيف بأقل مجهود. في حاجة بقى مهمة جدا عايزين نقولها أخيرة، ممارستك للرياضة وممارستك للمجهود الحركي في الشتاء بيكون ليه مردود كبير قوي على جسمك. لو حضرتك كنت بتمارس التريد ميل، المشاية الكهربائية أو العجلة، أو بتعمل أي تمارين هوائية وحركية أثناء الدايت بتاعك في الشتاء، بتاخد من الحاجات دي ناتج كبير جدا. المجهود الحركي ده بيتطبق إلى ناتج رهيب. بالتالي تقدر تنزل كل أسبوع 2 كيلو. أيوة تقدر تنزل كل أسبوع 2 كيلو. معدل النزول اثناء فصل الشتاء يتراوح ما بين 8 ل 10 كيلو. يعني انت حضرتك في الشهرين او الثلاث شهور بتوع فصل الشتاء تقدر تنزل فيهم لا يقل عن 30 كيلو. يا دكتور ده حقيقي؟ اه حضرتك ده حقيقي. لو التزمت بحمية غذائية منظمة، لو التزمت بسوائل تفيد الجسم، لو حضرتك مارست الرياضة هتنزل 10 كيلو في الشهر. ده السر يا جماعة. النهارده حبينا نقول سر للناس كلها ازاي تنزل 10 كيلو في فترة الشتاء او فصل الشتاء. طبعا الجانب الموازي للموضوع ان انت لو سمحت لشهيتك بان هي تكون مفتوحه في الشتاء نتيجه للحرق الزياده، ده بالتالي هيكون ليه مردود عليك سيء جدا، والمردود ده هيخلي ميزانك يزيد وشهيتك تزيد. وان شاء الله كل مره هنقول معلومه مفيده. حبينا المره دي نوجه رساله لكل حبايبنا وكل احباء عياده فيت اند سليم كلينيك، ونقول لهم استغلوا فتره الشتاء دي عشان دي فترة إيجابية في نزول الوزن. بلاش نضيع وقت كتير. شكراً.